ايه الفرق بين الثلاث مساحات دول من جرين واي علشان نقدر نحدد المناسب لينا ونختار على اساسه. اول واحده الاكواماتيك موب، ودي اول واحده انا جبتها وبحبها جدا لان ايديها متينه كده، بحس ان انا شايله حاجه كده قيمه. بيجي معاها غيارين، الغيار الاول بستخدمه في المسح العميق، سواء ارش بقى ميه كده عليها او ان انا بفضل ان انا ابل الفوطه كلها واركبها وامسح بيها بقى، بتلملي التراب اللي في الاوضه كله. الغيار التاني مخصصه لمسح الحوائط، الاماكن العاليه اللي هو الخشب اللي فوق ده، الحاجات العاليه دي، وبتمتص كمان نسبه سوائل عاليه جدا. اما التانية السكويز موب، ودي برضو انا بحبها جدا بس لسبب تاني، ان هي خفيفه وسريعه وسهله الاستخدام، والموب بتاعتها او الفوطه بتاعتها فيها زي حتت مخربشه كده، بتعمل سكراب للارض لو في حاجه لازقه، بتلم كل فتفوت التراب ووبر على الارض وانا ببقى مش شايفاها، وسهله جدا طبعا في الاستخدام والعصر زي ما انتم شايفين. اما التالتة السبراي موب برضو خفيفه قوي، بس انا بفضل ان هي تكون للاستعمال السريع الخفيف، لانها مناسبه اكتر للباركيه للتلميع. بيبقى فيها كده تانك بنحط فيها ميه، وبحب ان انا احط فيها زيت عطري لو انا عايزه بقى ادي ريحه حلوه كده للشقه واحس باحساس النظافه وريحه النظافه كده تملى البيت. بستخدمها في الاستخدام السريع والتلميع.